السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا يا جماعة في ناس المرة اللي فاتت كتبت لي ان الفيديو ما كانش الصورة ما كانتش مظبوطة. عايزة اعرف الصورة المرة دي مظبوطة ولا لا. لو مش مظبوطة يبقى اكتبوا له برضه في التعليقات. انا المرة اللي فاتت طلعت اتكلمت عن موضوع كعبورة، وان شاء الله الايام الجاية نسمع خير، اطلع لكم باخبار كويسة. المرة دي جاية اتكلم في موضوع مهم جدا بقى برضه. موضوع الغلاء اللي احنا فيه. آه، احنا بقينا في غلاء، يعني مش مقدرة اي حد ولا موظف. انا كموظفة حكومية على الغلاء اللي انا فيه ده مش قادرة، وان احنا معانا اطفال. وعايزة اوجه رسالة للقنوات. انا مش بحدد قنوات آه، لنفسها ذات نفسها يعني. انا محدد يعني مش قناة معينة، انا بتكلم على القنوات اللي بتطلع في اليوتيوب، على القنوات مع عيالها تروح الهايبرات، تجيب بنتها تجيب حاجة كيس شيبسي ب60 جنيه، تجيب حاجة حلوة جواها لعبة. راعوا برضو ان في اطفال بتتفرج على الفيديوهات دي. راعوا ان في ناس بتبقى مش مقدرتها تجيب الحاجة دي. يعني انا كموظفة لما يجي ابني يتفرج على حاجة ويقول لي ماما انا عايزة الحاجة دي، انا مش معايا، مش مقدرتي اجيب الحاجة دي. احنا ما بنقولش ما تجيبوش، احنا بنقول جيبوا، بس مش لازم تطلعوا علني على القنوات. احنا رحنا هايبر مش عارفه ايه، وبص دي نقت ايه، وبص دي جابت ايه، وطلعت سعرها بقد ايه. الاكل اللي بيتعمل رهيب على القنوات. انتوا قادرين على الغلاء اللي انتوا فيه دلوقتي، في غيركم مش قادر. في غيركم لما حد في بنات طالعه بتتفرج على القنوات دي، اما تيجي تقول لمامتها احنا النهارده نعمل كذا وهاتيلي كذا عشان انا شفتها على اليوتيوب، اهلها معهاش تجيب مش مقدرتها تجيب الاكل اللي بيتعمل ولا تكلفات الاكل اللي بتتعمل. احنا ممكن نعمل اكل بسيط وما يكلفش وكل الناس تعمله. انا واحده من الناس لما باجي اتفرج على اليوتيوب انا ببقى انا عايزه اللي زي اللي بيتعمل. يعني راعوا شويه اللي بيتفرجوا عليكم. يعني راعوا ان في اطفال وفي بنات وفي جيل طالع بيتفرج على الفيديوهات دي. في كل ده في اجيال طالعه بتتفرج. احنا في غلا لما تنزلي تجيبي تسالي على فرخه كانت بتجيبها ب50 جنيه وب60 جنيه، ويقولك ب140 جنيه. نص كيلو بفتك بقى ب80 جنيه، كيلو ب160 جنيه. يقضي كام اسره؟ انا موظفه حكوميه باخد 3000، يعني لو باخد 3000 بيتخصموا منهم ضرايب. لما بقت معاكي عيل عايز كادلس وعايز لبن وعايز هدوم وغير هو ده يقضي البلد اللي احنا فيه دلوقتي، غير بقى اللي احنا بنشوفه على القنوات. يا جماعه بعد اذنكم راعوا ظروف الاخرين، راعوا ظروف الاخرين. احنا ما بنقولش ما تعملوش. لو كده الصورة وضحت اكتر عندكم. الاول كانت عاملة، كانت منغمشة. يا جماعة راعوا بعد اذنكم ظروف الناس. راعوا ظروف الناس التانية. يعني بيطلعوا قنوات يعملوا البط والفراخ ويجيبوا كنتاكي. احنا ما بنقولش ما تجيبوش، بس مش لازم يبقى علني كده بكل الكميات الرهيبة الفظيعة دي. يعني احنا بنقول اعملوا زي الشيفات بالظبط اللي بتيجي على التلفزيون بتعمل اكل. هو انتوا فاكرين ان في ناس ممكن دي الناس بقى اللي قد يعني قادره مقتدره ان هي تعمل كده؟ في غيركم مش قادر. في ناس بتتفرج وعايزه تعمل وايديها مش طايله. يعني بص كل صاحب القناه فتحاها كبرت، كنت الاول كنت برضو بتتفرجي يبقى شعورك كده. فيا ريت دلوقتي انت معاكي راعي بقى. بصي ان الاول كان حالك كان ايه ودلوقتي بقى ايه. راعي ان في ناس برضو ظروفها كده، ناس ظروفها تعبانه، ناس ظروفها على قدها. راعوا ظروف الناس. بالله عليكم حسوا بظروف الناس وحسوا بالاطفال اللي بتتفرج واللي نفسها تجيب زي ما انتوا بتجيبوا لعيالكم. آه، في بنات بتتفرج نفسها تعمل الاكل اللي انتوا بتعملوه. فيعني ما تكسروش بخاطر عيل او عيله. في قنوات كتير بتعمل اكل بامكانيات قليله. انا مش بتكلم على كمية القنوات، انا بتكلم في قنوات كبيره بتعمل اكل رهيب بيعدي الوفات.
وتقول لك لا اصل ده انا جايباه مش عارفه ده ما كلفنيش 300 جنيه. 300 جنيه ايه؟ انت بتنزلي السوق ب 300 جنيه دول ما بتجيبيش اصلا حاجه. فيا ريت يا ريت بعد اذن كل واحد شاف الفيديو ده يا ريت يعمل بيه، يا ريت يراعي ظروف الاخرين، يراعي ظروف الناس. احنا بقينا في مجاعه، احنا بجد بقينا في مجاعه. احنا لما نوصل لناس الزيت ب 75 جنيه، والفيليه ب 180 جنيه، كيلو الرز ب 15 جنيه، احنا كده بجد وصلنا في مجاعه. لما تبقى اسره مكونه من 4 افراد ايه يروحوا يسرقوا عشان يعملوا اكل؟ فيا ريت يا ريت يا ريت بجد. خلي يعني انتوا ممكن تشجعوا الناس بطريقه غير كده. ممكن تشجعوا البنات اللي طالعه تبدا بطبخ بحاجات قليله. انما لا، انتوا دلوقتي انا بتفرج عليكم واحده انا دلوقتي مش مقتدره وعايزه اتعلم اخش المطبخ عشان اعمل اللي انتوا بتعملوه، هجيب منين؟ ولا والدتي هتجيب لي منين عشان اعمل الاكل اللي انتوا بتعملوه؟ عشان اتعلم اخش المطبخ واتعلم. ما هو احنا انتوا كده ما بتعلموش البنات، ده انتوا كده بتحبطوا البنات. يعني حسوا بظروف الناس. وانا مش داخله احارب القنوات على فكره، انا داخله بدي معلومه ليهم ممكن تكون هي تايهه عنهم. قنوات كتير جدا بتقول انا عامله كده اطلع خير. طب انتي بتطلعي خير معاكي وتشكري عليه جدا، بس انتي ما بتدهوش للي بيتفرج عليكي. فاللي بيتفرج عليكي بيبقى نفسه ياكل من اللي انتي بتعمليه. هتيجي لكل متابع بيتابعك هتيجي تفرقي عليه؟ اكيد لا. لما باكيت الكادلس توصل ل 300 جنيه، لما علبه لبن الاطفال توصل ل 160 جنيه، احنا النهارده بنعاني بجد، بنعاني معاناه فظيعه. فيا ريت يا ريت كل اللي بيتفرج عليا يا ريت يعمل اشتراك للقناه عشان يوصلكوا كل جديد انا بقوله. وان شاء الله انا ولا طالعه تحديات ولا طالعه روتين، انا طالعه اتكلم في مواضيع يعني تخص كل اسره بجد مصريه بتعاني من اللي احنا بنعاني منه. فيا ريت تعملوا اشتراك، يا ريت تعملوا لايك للقناه عشان يوصل لكل الناس. ويا ريت بعد اذنكم كل القنوات الكبيره، احنا مش بحاربكم، مش بقول لكم ما تجيبوش، مقدرتكم تجيبوا، بس مش لازم علني قدام القنوات مش لازم تطلعوا علني على اليوتيوب تقولوا احنا جبنا كذا وجبنا كذا وجبنا كذا. فيا ريت بعد اذنكم، يا ريت بعد اذنكم في اطفال بتتفرج عليكم، ويا ريت اللي بيعمل الطبخ يا ريت في بنات بتتفرج عليكم، يا ريت تقللوا الكميه اللي بتعملوها عشان حتى الواحد يعرف يعمل اللي انتوا بتعملوه. لما تكون بنت طالعه وعايزه تتعلم الطبيخ، وتخش على القناه، اما تجيب تروح تجيب زعتر ومش عارفه تجيب روزماري وتجيب بطايه او تجيب رومي زي ما انتوا بتعملوا، زي ما انتوا بتعملوا. هنروح يعني هيروح يجيبوا منين؟ فمش هتعمل، هتدور على اللي بعديها. انا طالعه النهارده يعني بناشد كل قناه كبيره، حسوا بظروف الناس، راعوا ظروف الناس. انتوا لما بديتوا الاول ما كنتوش كده، حسوا بالناس. ما يجي عيل اصل انا عايزه اروح هايبر مش عارفه ايه، اصل انا عايزه اروح فين زي ما قناه كذا عملت، انا عايزه اجيب كذا زي ما قناه كذا عملت، انا عايزه اعمل اكله كذا يا ماما زي ما قناه كذا عملت. طيب اعملي يا حبيبتي شاطره، طيب تعالي بقى يا ماما نفتح بقى انا عايزه ايه وايه وايه وايه.
احنا في غلاء فظيع. فيا ريت بعد اذنكم راعوا ظروف الناس، راعوا ظروف الناس. بلاش تطلعوا على الملأ اصل احنا رحنا هايبر، اصل احنا مش عارفه طلبنا اكل من بره، ويعني اكل بطريقه رهيبه. ربنا يزيد كل واحد، ربنا يزيد كل واحد. بس حسوا بالناس، حسوا بالناس شويه. وانا مش طالعه احارب قنوات، انا طالعه وما حددتش قناه معينه، وما قلتش قناه كذا ولا قناه كذا ولا يوميات كذا. انا بتكلم على القنوات. يعني تخف شويه، ما بنقولش ما بتجيبش، كل واحد بيجيب لابنه بس او لبنته بس بقدر ممكنته. فيا ريت يعني الفيديو يوصل، ولو الفيديو عجبكم اكتبوا له في التعليقات وقولوا لي المره الجايه عايزين اطلع اتكلم في ايه، او فكروا معايا في مواضيع تاني نتكلم فيها. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك واعملوا اشتركوا في القناه، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله على خير. باي.